من البدايه كده وعلى الدغري احنا داخلين على مفرمه في افريقيا. حسام حسن شاط مع الاعلام وبدا في التصريحات يلمح على مبرر، وهو ان جوده اللعيبه في مصر قليله ومفيش غير 8 او 9 لعيبه هم اللي ينفعوا يلعبوا في المباريات الكبيره. وكما قال كارلوس كروش الماشيين عشان الدولارات، اكتر من 95% من اللاعبين المصريين لا يجدون المهارات الاساسيه. طب تعالى نفك مع بعض الشفرات اللي حصلت الفتره اللي فاتت مع منتخب مصر قبل تقريبا شهر من كاس افريقيا، ونعرف احنا رايحين على فين. نبدا الاول بقائمه حسام حسن في توقف نوفمبر. مبدئيا كده قناعاتي الشخصيه انا ما بحكمش على المدرب من القائمه قبل ما اشوف طريقه لعبه، لان هو بيختار الانسب لتشكيلته مش الافضل. بس تعالوا ناخد انطباع مبدئي كده عن الاختيارات. في حراسه المرمى الرباع من وجهه نظري هم الافضل في مصر وبروفايلاتهم مختلفه وفيهم تدرج في السن، الخبره محمد واحمد الشناوي والشباب صبحي وشوبير، وعندك الثنائي شباب بيلعبوا برجلهم بصوره كويسه. خط الدفاع باك يمين واحد محمد هاني، ومن خلال تصريحات حسام حسن والاختيارات السابقه لحسام حسن احمد عيد لولا الاصابه كان هيكون له دور مع محمد هاني، بس انا وجهه نظري لازم اكرم توفيق يكون له دور في افريقيا اللي جايه، ده عشان فعلا جمله كارلوس كيروش تنطبق على محمد هاني في الحاله الدفاعيه، وانت هتلاعب اجنحه ما بترحمش في افريقيا. باكات شمال محمد حمدي وفتوح، وانا مع الاختيارين جدا وفرحان برجوع فتوح اللاعب الحريف قوي. قلوب دفاع رامي ربيعه وخالد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، من وجهه نظري خالد صبحي ومحمد اسماعيل يكون مكانه محمود مرعي وعمر فايد، ولو رجع محمد عبد المنعم بيبقى مكان محمود مرعي. خط الوسط نبدا بالدفاع الدستوري مروان عطيه وحمدي فتحي ومهند لاشين اللي جه مكانه دونجا بسبب اصابه مهند، وانا مع اختيار الثلاثي مروان وحمدي ومهند. لعيبه تمانيات محمود صابر ومحمد شحاده، لعيبه شباب وخدوا خبرات مع منتخب ميكيل وعملوا اداء محترم في الاولمبياد، وشحاده ازداد خبره مع الزمالك، وبرجوع امام عاشور هيكون معاهم، ممكن نعتبر زيزو كتمانيه معاهم رابع. جناح شمال مرموش وتريزيجيه اللي اتصاب وابراهيم عادل، دول الافضل اكيد في مصر، واظن مروان عثمان هيكون صعب في افريقيا. جناح يمين صلاح وزلاكا، اتوقع زلاكا هيكون بره وهيكون مكان مصطفى فتحي بعد الرجوع من الاصابه. مهاجمين اسامه فيصل وصلاح محسن ومصطفى محمد، انا شايف مروان حمدي افضل من صلاح محسن. يبقى احنا كده خدنا انطباع مبدئي، نبدا بقى نشوف اللي حصل في ماتش اوزبكستان. تشكيله مبدئيا كده غريبه، مفيش غير مدافع واحد وهو رامي ربيعه، وممكن نقول حمدي فتحي عشان لعبها معاه قبل كده كمدافع تاني، بس حمدي الصف الاحماء يبقى كده هينزل مكانه حسام عبد المجيد، بس ده نازل محمد شحاته، فالموضوع غريب من اوله لاخره، بس خلينا مع الاخر. احنا لسه بنبدا الجيم ودي وقفه المنتخب، ضغط عالي مان تو مان، بس في حاجه غريبه، ثلاث قلوب دفاع منهم 2 باكات بس لعبوها قبل كده حتى لو في فترات قليله فتمشي. طب زيزو وينج باك ناحيه اليمين برضه لعبها قبل كده فممكن تمشي. طب اسامه فيصل وينج باك ناحيه الشمال، لا تعالى بقى دي بقى اللي ما تمشيش. والامانه حسام حسن الشوط الثاني على طول عمل تغييره بخروج مروان عثمان ونزول فتوح عشان يقلب الطريقه ل 4-3-3 ويلعب اسامه فيصل كمهاجم ناحيه الشمال، برضه ممكن نعديها. انا معاك يا عميد اهو لحد الاخر طالما مساحه الغلطات اول باول. خليك معايا في الحاله الدفاعيه دي، ضغط محترم من محمد هاني على المان اللي معاه، ومسانده من مروان بدون ما يفتح ممر تمرير للمان اللي معاه، وهاني قطع الكره بامتياز. لسان حالك ما الدنيا تمام اهو زي الفل، امال هاني في الحاله الدفاعيه وحش ليه؟ اقول لك اتقل، ما تستعجلش، ما تبقاش سطحي في تقييماته. هاني عمل الصح وبصل الكره لاقرب زميل ليه اللي كان زيزو. شوف بقى زيزو اللي المفروض من اعلى اللعيبه جوده في الجيل الحالي تصرفه كان عامل ازاي. قلب بيه الكره قبل ما الكره تتبصل لي، بكون عامل اسكان للملعب وعارف انا فين وزمايلي فين والخصم فين، فببقى مسبق برد فعلي اللي قبل الفعل، وده معظم لعيبه مصر ما بتعملوش، وده اللي حصل من زيزو هنا. زيزو لو مسبق بالقرار كان على طول بصل صلاح وعمل موقف من باص واحد 3 قصاد 3 صلاح ومروان عثمان ومصطفى محمد على 3 مدافعين، ويكون تحول من الدفاع للهجوم زي الكتاب ما بيقول. بس زيزو رجع الباص لمروان عطيه عشان تستحوذ استحواذ سلبي مالوش اي معنى، كل لاعب يرجع مكانه من المنتخب والخصم يرجع مكانه، ونشوف بقى الكلام على ايه. تعال شوف دي كمان حاله دفاعيه للمنتخب، الكره بتتلعب من قلب الدفاع طويله عشان ما فيش عمق، رغم اننا بنلعب ب3 مدافعين وبنضغط دلوقتي لو بلوك، يعني ما بنلعبش على الاوفسايد تراب. رغم كده ربيعه وحمدي تايهين، بس لحقهم هاني قطع التمرير وعمل تحول بباص لرامي ربيعه. هاني لحد دلوقتي زي الفل اهو. تعال شوف التحول ده، كالعاده القرار بيفرق. في اللقطه الاولى كان زيزو، هنا بقى مروان عثمان. ربيعه لمروان اللي قدامه حلين، باص يمينه ويعمل 1 2 او يباص شماله ويلعب على مبدا السيرد مان، بس للاسف الاستلامه كانت غلط واتقطعت وبقى موقف 5 على 1 تقريبا، ورغم كده جابها جون. بيفكرني بالاجوال الكارثيه اللي فيها سذاجه من مدافعين منتخب مصر عبر التاريخ. عد معايا تحولين لحد دلوقتي مش عارفين نقوم بيهم بسبب قرارات من اللعيبه، وحط تحت اللعيبه مليون خط. تعال بقى للضغط العالي والخصم زاد عنك بواحد وهو حارس المرمى. بمنتهى العقل بنضغط ب4 لعيبه على 5 علشان ما يبقاش الخصم زاد علينا بواحد في الثلث الاخير، وبذكاء مصطفى محمد ضغط على الحارس وقفل ممر التمرير على الباك اليمين، والثلث الاخير عندنا بنقابل بمان تو مان، وزيزو موصل نفسه ما بين الباك الشمال ووسط الملعب عشان يقوم بالدعم مع مروان عطيه لو الكره اتلعبت في العمق، يعني واقفه زي الكتاب ما بيقول. والحارس لعب لرقم 3 اللي لقى الضغط من مروان عثمان بصوره مباشره ومصطفى محمد وصلاح بطريقه غير مباشره، فيرجع للحارس وعن طريق ترحيل الضغط. بس كنت اتمنى مروان عثمان وهو بيضغط على الحارس يقفل ممر التمرير على اللاعب رقم 3، بس لحسن حظنا اتلعبت لرقم 5 اللي معاه شحاته، وعمل تحول من الدفاع للهجوم في منطقه الغام بالنسبه للخصم. شوف بقى القرار والتصرف من اللعيبه. محمد صلاح المفروض هو اعلى جوده عندك، بدل ما
يزق الكره في اتجاه اللاعب وهو سابقه، لما يجيب جول او اللاعب يعرقله وياخد ضربه جزاء او طرد للاعب، او في اسوأ الاحوال والاستلام غلط باص لمصطفى محمد كانها ضربه جزاء. بس للاسف ده كان رد الفعل ونهايه الهجمه كانت كده. فشوف قرارات اللعيبه الاول وبعدين احكم على المدرب. تعال بقى قرارات هاني في الحاله الدفاعيه. وقفت هاني بكلام حسني عبد ربه كمان، يعني مش كلام انا، كانت وقفته غلط. وحتى رد فعله لما اتلعبت في ظهره بدل ما يلف ويجري لقدام عامل حاجه غريبه واتلعبت في ظهره وكانت ممكن تبقى جوه. وشوف بقى الجون الثاني، خطا مركب بين ربيعه وهاني اللي الكره اتلعبت في ظهرهم بسذاجه، رغم ان في ضغط لهاني عمل العمق ولا حصل ترحيل في الضغط وربيعه يعمل العمق وفي وضع الحركه، فكانت النتيجه انفراد وجول. قرارات لازم حسام حسن يعرفها اللعيبه ولازم يستفاد منها وياخد انطباعات عن البروفايلات اللعيبه والامكانيات اللي متاسسين عليها. في حاجه ينفع تتغير زي قرارات زيزو وصلاح ومروان عثمان للغلط، وفي حاجات صعبه تتغير وهي قرارات محمد هاني الدفاعيه. وانت بتلعب بثلاثي دفاع على الخط واحد، هاني ممكن يلعبها ويأدي فيها لو هتلعب بليبرو مش لاعب واحد دايما بيتقدم زي ربيعه في الماتش ده.